سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك من هو كان لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا رب خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة. صباح التفاؤل والأمل، صباح الرضا والسعادة والسرور والهنا على أحلى وأجمل إخوات ومتابعين. عاملين إيه يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. أنا أختكم في الله فاطمة، ودي قناتي أنا وأختي روما. النهاردة زي ما انتم شايفين معايا الفيديو حلو خالص ومشجع جدا وكله طاقة إيجابية. بس يا رب كده أكون عند حسن ظنكم، وأكون كده ضيفة خفيفة عليكم، ما تزهقوش ولا تملوا مني. بس قبل ما أبدأ الفيديو والروتين بحب أشكر جميع متابعيني، واللي انضموا لأسرتنا جديد، واللي بيفكروا كده ان هم ينضموا لأسرتنا جديد بحب اشكرهم من قلبي كده. بقول لهم الف شكر، زودتوا عيلتنا وكترتوها. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتنا، ويجعل سعادة الدنيا من بين ايديكم ومن تحت رجليكم. يلا كده نذكر الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ونبدأ الروتين معانا ونشوف النهاردة عملنا ايه. اليوم النهاردة كان من الصبح، من الساعة 6 الصبح. عاوزة اقول لكم ان الواحد لما بيصحى بدري بيبقى يعني كده ايه، جواه حماس وجواه طاقة، وبيبقى عاوز يعمل شغل البيت كله في ساعة واحدة. وفعلا بيخلصوا بدري لان الجسم بيبقى مرتاح يعني. الواحد بينام له على الاقل 8 او 9 ساعات كده، فبيصحى بيكون نشيط الصبح بدري. طبعا بعكس اللي هم بيناموا متأخر، اللي هو بينام بدري ده فبيصحى بدري، بعكس اللي بينام متأخر. اللي بينام متأخر بيصحى متأخر، فبيلاقي جسمه كله مكسر وعنده خمول وعنده كسل وعنده طاقة سلبية. يعني بعكس اللي بينام بدري بيصحى بدري برضك، فبيلاقي طبعا عنده النشاط كله والحيوية كلها، والجسم فايق معاه ورايق، وعنده الطاقة الإيجابية، وبيقوم يخلص شغل بيته كله بمنتهى السهولة، وما بيعكش فيه يعني، بيخلص بسرعة سريع سريع كده. يمكن الواحد لما بيصحى بدري قبل أذان الظهر كده بيكون خلص مصالح بيته كلها، وعمل شغل بيته كله اللي مطلوب منه. وبعد كده طبعا تيجي المرحلة بتاعت الأولاد، الواحد يخلي باله على أولاده، سواء في دلوقتي ابتدت الدروس معانا في المذاكرة بقى ومراجعة الدروس، ولو بيروحوا كتاب تحفيظ قرآن وكده. فالواحد برضك بيخلي باله على أولاده، بيدي وقت لنفسه يعني كده، ان هو مثلا يقعد شوية كده مع نفسه. مثلا يعيد ذكرياته بتاعت زمان، او يفتكر حاجات كده، مواقف حصلت معاه. اما بقى اللي هم بيقعدوا بيصحوا متأخر دول بياخدوا اليوم كله في شغل البيت، وما بيبقاش فيه وقت ان يعني حتى الواحد ان هو يفكر في اي حاجة او يخلي باله على الاولاد. لان طبعا شغل البيت ده بتبقى يعني مش هقولكوا حاجة صعبة، بس برضك بياخد معانا وقت وبياخد معانا مجهود. بس الواحد لما بيبقى كده صاحي بدري فايق ورايق مش بيحس بشغل البيت، بيبقى عنده نشاط كده وحيوية، وبتبقى يعني بتبقى عنده راحة نفسية شديدة جدا ان هو خلص شغل البيت بدري بدري. على فكرة يا جماعة الفيديو ده تحسوه كده متلخبط شوية. انا جبت لكم اللي اتعمل اللي اتعمل اخر الفيديو، حطيته لكم في اول الفيديو، يعني ايه كده زي نظام تشجيع كده. حسيت كده ان الحاجات دي لما احطها في اول الفيديو كده هتشجعكم اكتر. بعكس طبعا الحاجات اللي انا ايه صورتها في اول الفيديو. كان عملت يعني بصوا جهزت اكل. بصوا ده المنظر اخر اليوم بعد ما ولادي كانوا بيلعبوا هنا ومبهدلين الدنيا. اللهم صل على سيدنا محمد. والمواعين دي طبعا كانت بعد ما طبخت. انا النهارده جهزت اكل وطبخت، يعني طبيخ اغلبيته على الكانون، مش كله يعني بس هو اغلبيته. عملت صينيه كيكه. طبعا صينيه الكيكه دي ما سويتهاش ولا على البوتاجاز ولا في الفرن، عاوزه اقول لكم سويتها في حاجه تانية خالص.
وطلعت زي العسل والله، هتشوفوها كده معايا في آخر الفيديو حطيتها لكم. وعاوزة أقول لكم كمان في الفيديو ده أولادي اتريقوا عليا تريقة جامدة جدا، يعني بصوا شبعوا كده في التريقة، وطالعين داخلين كده يضحكوا عليا. هتشوفوا بقى ضحكوا عليا ليه في آخر الفيديو. إن شاء الله كل حاجة حصلت معايا في اليوم ده أنا مصورها لكم في الفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد. بس عاوزة أقول حاجة كده. امبارح لاحظت كان في تعليق كان مكتوب لي. كانت واحدة معرفش هي بتسأل بتقول القناة دي محتواها ايه ولا معرفش، انا بصراحة التعليق ما فهمتهوش يعني، بس انا حسيت كده ان هو في اهانة ليا، بس هي ممكن تكون ما تقصدش ان في اهانة ليا. الله اعلم بقى بضمير الناس. بتقول لي اللهم صل على سيدنا محمد. بتقول لي هي القناة دي مش عارفة بتحكي قصص انت بتحكي قصص وروايات، عملتي زي مش عارفة قصص ألف ليلة وليلة حاجة يعني زي كده. معرفش هي يعني بتستفسر عاوزة تعرف يعني ايه محتوى القناة ولا هي بتتريق على القناة بقى. فأنا بصراحة ما فهمتهاش، هي بقى ممكن تفهمني في تعليق يعني لو هي سمعاني دلوقتي تقول لي يعني تقصد ايه بالتعليق. وبرضك في حاجة تانية عاوزة أسأل عليها. لو انتوا حابين المحتوى اللي انا بقدمه ده، يعني بصوا انتوا يعني عاوزة اعرف حاجة منيكوا، يعني انا بصوا مش عارفة حتى اوصلها لكم ازاي. عاوزة اعرف حاجة منيكوا. المحتوى بتاعي ده كويس يعني انتوا كده عاجبكوا اللي هم اللي بيتابعوني واللي بيشاهدوني واللي بيدخلوا برضك اول مرة الفيديو. لو المحتوى ده نفس النمط ده عاجبكوا انا هستمر عليه. وعاوزيني احكي قصص وحكايات مع الروتين اللي انا بعمله، ولا انتوا مش حابين كده يعني. فانا بصراحة مش عارفة، لو انتوا هتقولوا لي مثلا لو في أي قصة أو أي حكاية بتكون حقيقية يعني بُصّوا الحكايات اللي أنا باحكيها دي بتكون حاصلة يعني حقيقي، وباحكيها علشان ناخد منها عبرة، ويمكن أنا قبليكم باتعظ وباخد منها عبرة. فأنتم لو مش حابين إن أنا أحكي معاكم قصص وحكايات في الروتين، خلاص يعني اكتبوا لي في التعليقات عشان أبقى عارفة أنا إيه يعني أنتم إيه اللي بتحبوه أو إيه اللي بيرضيكم علشان أعمله لكم، بدل ما أنتم طبعًا تكونوا عاوزين حاجة وأنا أكون ماشية في اتجاه تاني خالص بعيد منكم. فكده طبعًا مش هينفع. فالقناة علشان تستمر وعلشان تكبر، فقولوا لي أنتم يعني محتاجين إيه في القناة أو عاوزين إيه. لو عاوزين نعمل لكم أي حاجة تاني، بُصّوا أنتم كده طلبتوا مني إن أنا أعمل لكم الفيديوهات اللي هي فوق السطح. أنا طبعًا أديني ما قصّرتش معاكم، وأنا فعلًا اتأخرت شوية ما عملتهاش بسرعة، بس والله غصبٍ عني ظروف زي ما أنتم عارفين طبعًا اللي هم كانوا متابعينّي يعني من فترة جامدة، كانوا عارفين إن أنا مضغوطة جدًا في المباني وفي شغل المعمار. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني اللي كان متابعني من بدري ده عارف الشقة دي لسه مبنية جديدة ولسه صابينها يعني وبانيينها. فيا دوبك ابتديت فيها شغل، هابتدي فيها إن أنا أعمل روتينات وكده. اللهم صل على سيدنا محمد. فأنا عارفة إن أنا اتأخرت شوية على طلبكم كله، يعني ناس كتيرة طلبت مني إن أنا أعمل الروتينات فوق السطح، وإن أنا يعني نعيش اللي هو يعني نعيش العيشة البسيطة أو نقدم المحتوى البسيط المتواضع. وطبعًا دي طبعًا حاجة أنا باحبها وأنا طبعًا متعودة عليها. اللهم صل على سيدنا محمد. مش حاجة جديدة والله عليَّ. بس هاقول لكم على حاجة، يعني شغل القانون ده جديد عليَّ بصراحة، أنا أول مرة أجربه في الروتينات اللي أنا بانزّلها معاكم دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس عاوزة أقول لكم على حاجة، هو متعب في حاجة شغل القانون، إن مثلًا لو عمل أدخنة كده فبيخلّي الواحد يتعب منيها، وخصوصًا اللي هم عندهم حساسية في الصدر، ربنا يشفينا ويعافينا يا رب. وكمان الأكل بتاع الطواجن ديّنتي عاوزة أقول لكم روعة، روعة جميل جدًا، أنا جرّبته والله وأكلته. عاوزة أقول لكم أنا عمري في حياتي ما أكلت أكل في الطاجن على الكانون، إلا الأيام ديّنتي لمّا ابتديت إن أنا أعمل روتينات، طعمها جميل جدًا، جدًا. النهارده طبعًا هنعمل طاجن البامية باللحمة. وأنا طبعًا زي ما شُفتوا معايا قطّعت البصلة، كنت مولّعة طبعًا النار الأول، وبعد كده قطّعت البصلة حطيتها على الكانون زي ما أنتم شايفين. الكانون ده بسيط جدًا، ممكن أي حد يعمله. أنا حطيت طوب على بعضه كده، يعني ما بنيتهوش مباني ولا أي حاجة، علشان طبعًا لو حبيت إن أنا أستخدم المكان في حاجة تاني، يبقى سهل إن أنا أحوّل الكانون في أي وقت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. علشان كده رصيت طوب على بعضه كده، وكان عندي اللي هو الشبكة ديّنتي بتاعة التلاجة، يعني قديمة مش بنستعملها، فحطيتها فوق الطوب علشان إيه، نسند عليها الحاجة اللي إحنا إيه، هنسويها.
زي ما انتوا شايفين طبعا البصلة بعد ما دبلت معايا نزلت يعني كده بكيس الصلصة دي انتي اللي انا مفرزاها في الفريزر. عاوزة اقول لكم الحاجات اللي بتتفرز في الفريزر بتنفع يا جماعة والله. يعني الواحد بيبقى مضغوط كده وما بيبقاش فاضي ان هو مثلا يقطع طماطم ويعمل طماطم على الخلاط وكده، فبيجيب الصلصة من الفريزر وبتنجز معانا. زي ما شفتوا قلبت البامية قلبتين كده الأول في البصلة. عاوزة أقول لكم بتدي ريحة وطعم جميل جدا للبامية. البصلة لما بتتقلب مع البامية، يعني البصلة والبامية لما بيتقلبوا مع بعض قبل ما تضيفي عليها الصلصة. وبعد كده ضفت طبعا كل حاجة وضفت اللحمة وكله على بعض يعني، وغطيت الحلة وسبتها. في الوقت ده كنت نزلت تحت بقى علشان أسوي باقي الأكل. لأني مش هينفع إن أنا أسوي الأكل كله على القانون، لأن القانون مش بينجز برضك، يعني مش بينجز معانا، فبيبقى عاوز وقت طويل. عملت الرز على البوتاجاز وعملت الملوخية الناشفة إن شاء الله بإذن الله. تجفيف الملوخية أو تنشيف الملوخية هينزل، يعني هينزل لكم كده في فيديو قريب. أنا كنت جبت طبعا كمية ملوخية وابتديت ان انا اقطعها كده ونشفتها معاكم او جففتها معاكم وعملتها برضك لحد ما طبختها معاكم. هتشوفوا ده كله بالتفصيل في الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دي طبعا طريقة من الملوخية الناشفة، ان انت تحمر التومة كده وبعد كده تضيفي عليها الشوربة، وبمجرد ما تيجي تغلي كده تروحي ايه نازلة بالملوخية. علشان الملوخية الناشفة يا جماعة ما بتحتاجش سوى كتير، يعني بصوا بمجرد الشوربة بتاعتها تغلي كده نروح نازلين بالملوخية وطافيين النار على طول. يعني ما بتحتاجش غلي كتير، لأن لو غلت كتير بتسود. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا كنت خلاص خلصت الأكل وجهزته وغرفته كمان. عاوز أقول لكم البامية طعمها جميل تحفة باللحمة، عسل عسل والله، تستاهل بوقكم كده. كمان ادي الملوخية الناشفة وادي الرز. اتفضلوا معانا طبعا يا جماعة بألف هنا وشفا. هنا طبعا كنت خلاص جهزت الاكل وهنبتدي طبعا خلاص احنا هناكل هنتغدى طبعا في ايه فوق في المكان اللي احنا سوينا فيه الاكل هنتغدى فيه. هنا كانوا ولادي بيحطوا العيش معايا، محمد ده بيحب يساعدني دايما، كان يجيب العيش من الكيس ويحطه على الصينية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا طبعا جينا للمقادير بتاعت الكيكة. المقادير دي يا جماعة أنا معتمدها، كل ما بعمل كيكة بعملها بسم الله ما شاء الله. المقادير دي مظبوطة 100%، بتطلع معايا الكيكة هشة وجميلة ولا كأنها كيكة اسفنجية. عاوز أقول لكم يمكن بتطلع أحلى من الكيكة الاسفنجية كمان. بسم الله ما شاء الله. أنا هنا يعني بصوا أنا هنا حطيت 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. البيض لازم يا جماعة يكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني لو في التلاجة تطلعيها من قبلها بيوم علشان ايه يبقى دافي معانا. بصراحة البيض لما بيكون ساقع بيخلي الكيكة تبوظ منينا. وهنا حطيت 2 كيس فانيليا. وهنا عندي السكر. انا هنزل السكر شوية بشوية مش هنزله مرة واحدة، دي 1.5 كوباية سكر وهنزل بيه شوية بشوية. ما ينفعش ان انا انزل بالسكر مرة واحدة كده الكيكة هتهبط معايا ومش هترفع. علشان كده السكر ينزل بالتدريج انتي وبتضربي كده بالمضرب، سواء مضرب يدوي او بالكهرباء او خلاط. يعني انا هفضل اضرب فيها لحد ما الكيكة زي ما انتم شايفينها بتفتحي معايا كده. وهضيف ربع كوباية زيت مع معلقة خل كبيرة وعصرة ليمونة. وهنا ضفت طبعا 1.5 كوباية مية مع كيس لبن نيدو. كيس اللبن نيدو ده 30 جرام. وابتديت كده ان انا اضيف الدقيق بالتدريج او الطحين بالتدريج، لازم يكون طبعا قبلها مغربل مرتين او 3 علشان طبعا ايه يدينا نتيجة افضل للكيكة. الدقيق ده 3 كوبايات، نفس الكوباية اللي انا عيرت بيها الزيت هي اللي هعير بيها السكر والدقيق. نزلت طبعا بالتدريج علشان طبعا ما يهبطش معايا لان الخليط عامل فويل كده وعالي. واخر اضافة طبعا ضفتها البيكنج باودر.
لان البيكنج باودر مش بيحتاج ضرب جامد يا جماعة، لان هو الاساس يعني المادة الرافعة في الكيكة. هنا اديتها تكتين على الرخامة علشان اطلع منها الهواء، بس مش جامد خالص يعني. وهنا هنبتدي ان احنا نسوي الكيكة. انا هسوي الكيكة على الكانون، اول مرة في حياتي اعمل الكيكة على الكانون، وطلعت تحفة جميلة جدا. هتشوفوها دلوقتي. ان شاء الله هتشوفوها معايا كده، وقولوا لي بقى رأيكم فيها ايه. بس غلطت غلطة جامدة في الكيكة لما عملتها. ان شاء الله لو عملت الكيكة تاني في الكانون هخلي بالي من الاخطاء اللي انا يعني ايه غلطتها انا وبسوي الكيك. هنا ابتديت ان انا احط الخشب اللي هو الخشب التخين شوية كده علشان يعمل معايا فحم جامد، او يعني يعمل معايا نار كده تقعد فترة طويلة، ما تطفيش معايا بسرعة، علشان الكيكة بتبقى محتاجة ان هي ايه تتسوى على نار هادية، مش على نار بتبقى سريعة. لو على النار سريعة جدا فكده الكيكة هتبوظ وهتتحرق. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا يا ريت حبايب قلبي كده ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، وتشجعوني وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا علشان القناة تكبر تكبر اكتر واكتر. ان شاء الله كده هتكبر بيكم وليكم. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتنا، ويجعل سعادة الدنيا من بين ايديكم ومن حواليكم. هنا طبعا ابتديت ان انا اولع النار في نفس الوقت اللي انا ولعت فيه النار ده. على فكرة يا جماعة الوقت ده كان الصبح بدري، لان أنا الكيكة دي عملتها للفطار. هتقولوا لي حلا لحقت الكيكة تجهز للفطار؟ اه والله لحقت تجهز للفطار. الواحد كده يقول يا رب، ويقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما يكون عاوز يعمل الحاجة والحاجة هتتعمل بسرعة بإذن الله. بصوا هنا الصاجة دي انت كانت سخنت جدا. هبتدي ان انا احط عليها طبعا الحلة بتاعت الكيك واغطيها من فوق علشان تحتفظ طبعا ايه بالحرارة، وتبتدي بردك تنفخ معايا. بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر، جميلة جدا. انا بس استعجلت هنا عليها لما لقيتها الوش بتاعها لسه لونه فاتح، فانا استعجلت عليها. حبيت ان انا يعني ايه جبت صينية تاني، وحبيت ان انا اقلب الكيك عليها علشان ايه الوش بتاعها من فوق يحمر شوية. بس انا هنا غلطت غلطة. انا كنت المفروض ادهن الصينية دي انتي حبة زيت. انا ما دهنتش الصينية اي حاجة، فجيت ايه بقى حطيت الكيكة عليها من غير ما ادهنها اي مادة دهنية، فراحت الكيكة لزجت معايا، وراح كده لونها غمق معايا شوية. هي مش شوية يعني، هي شويتين. انتوا بس هتشوفوها دلوقتي في الفيديو هتقولوا رأيكم فيها ايه، هتقولوا اذا كانت غمقت جامد ولا. بس الحمد لله يعني اتصرفت وظبطت الامور، ويعني عالجتها كده وبقت زي العسل. والله طعمها تحفة. يعني بصوا طعم الكانون ده بيوديكم في حتة تاني خالص. وهنا كمان ما كانتش اتحرقت معايا من تحت، اللون بتاعها طلع مظبوط 100%، والتسوية طلعت جميلة جدا. عاوزاكم بس تجربوا كيكة الكانون دي وتدعولي. والله العظيم طعمها تحفة يا جماعة. يعني أنا أول مرة في حياتي أسوي الكيك على الكانون، والله ما كنت فاكرة إن هي هتنجح بالشكل ده. إن شاء الله كده الأخطاء اللي أنا يعني عملتها في الكيكة يعني في الفيديو ده هتغاضاها وهبعد منيها يعني كده، وهخلي بالي. أنا لو كنت سبتها مغطية بغطا الحلة كده فترة هي كانت هتحمر لوحديها الوش بتاعها. بصوا هنا الوش بعد ما اتحرق معايا أنا شلت الجزء المحروق ده، وبقت حلوة وزي العسل. انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو. اتمنى طبعا تقولوا لي رأيكم في الفيديو ده، عجبكم ولا ما عجبكوش. انا هنا وصلت لنهاية الفيديو. استنوني في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله وامنه.